السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد وهواية الصيد في كل حتة. النهاردة ان شاء الله الفيديو ده فيه تقرير كده عن حالة المية، عشان الناس اللي هي بتصطاد من اخر الدنيا وبيبقاش معاها تليفونات حد على المية او قريب من المية يسألوه، وفي ناس بتكتب لي كومنتات المية عاملة ايه. فانا هقول لك في الفيديو ده النهاردة كده، النهاردة الاتنين 16 واحد. احنا في عز موسم الصيد، في ناس بتقول لك الموسم انتهى، لا يا جماعة ده موسم الري، وانت في عز موسم الري. يعني شهر واحد وشهر اتنين هم عز شغل الري. انا بتكلم عن نفسي عشان مفيش حد يقول لي انا بصطاد ومش عارف ايه والكلام ده كله، واللي متابع القناة ومعانا من زمان بيشوف الفيديوهات اللي احنا بننزلها في الشتاء بتبقى عاملة ايه بشغل الري. وساعات بصور لكم في بعض الفيديوهات كده العياشة بعد ما بنخلص صيد عشان الناس تقتنع يعني. لانه احنا بنصور، هو التصوير كله بيطلع سمكة اللي بعدها سمكة، بحط الفيديو كله سمك. فممكن واحد يقول لك ده هي السمكة. فساعات بصور العياشة واحطها لكم في قلب في اخر الفيديو كده. المهم، المية كانت زايدة الاسبوع اللي فات. المية كانت زايدة الاسبوع اللي فات وزادت جامد، والسمكة كانت مناعت. برجلة المية دي خلت السمكة مناعت والمية زادت، وفي اماكن كنت بتقعدها على الشط ما بتعرفش تقعد عليها عشان زيادة المية. المية نزلت فرع رشيد، المية نزلت فيه. يعني ممكن تطلع دلوقتي لو عايز تطلع. الناس اللي طالعة مظبطة على آخر الأسبوع تطلع تطلع، يعني هتشتغل وهتشتغل معاك كويس، وهي الأيام ده عزها. وبالنسبة للناس، في ناس كتيرة بتكلمني عايزة تطلع معايا. والله اللي عايز يطلع معايا يا جماعة هو على دماغي. بس يعني بصراحة كده وبدون لف ودوران، أنا كل يوم ناس بتكلمني، يعني كل يوم ناس بتكلمني من كل حتة عايزة تطلع تصطاد معايا. فأنا لو هطلع كل يوم مش هعرف أراضي الناس دي كلها. فانا محروق من الناس والله. يعني انا بطلع يوم اجازتي اول اسبوع اعمل مثلا الفيديوهات، بطلع يوم وتاني يوم صبحها واطير على شغلي عشان اعمل فيديوهات بتاع الاسبوع، الفيديوهين اللي انتوا بتشوفوهم دول. ف وشغل الريم بيبقى مثلا مركب. والاماكن اللي احنا بننزلها ورا ديت دايما بقول سد الاخصاص، ليه؟ لان هناك بيأجروا، وبحر البلد بيأجروا مراكب. لما بتنزل تحت شوية الصيادين ما بتأجرش مراكب. ولولا ان احنا ناس عارفينها من زمان، وفي اماكن حمادة في علاقة نسب ما بينه وبين الناس اللي هناك، ودي مراكبنا. يعني ودي مراكبنا كمان، فالناس بتسيبنا نصطاد. وفي بعض الادوار ما بنقفش عليها، يعني عشان برضو الصيادين اللي فيها بيزعلوا. فهي القصة كلها يا جماعة ان انا عشان اخد حد يصطاد معايا بنبقى مثلا انا وحمادة على القارب، يعني اللي هاخده ده جاي وبيبقوا اتنين تلاتة كمان قعدوا فيه. يعني هيقعد على انهي مركب؟ طيب هناك الناس ما بتأجرش مراكب، يا ريت الناس بتأجر. هقول اللي جاي تعالى وأجر له مركب واتنين، أنا مش هدفع حاجة، اللي جاي هو اللي هيدفع. يعني اللي جاي هيأجر المركب أيا كان ب50 جنيه ولا ب100 جنيه أيا كان، هيأجره وهيقف جنبنا ومفيش مشكلة. بس هي القصة كلها الناس ما بتأجرش مراكب. وفي حتت تانية ممكن تقعد عليها على الشط، يعني اللي عايز يجي بعد كده هعمل اللوكيشن بتاع المكان اللي انا فيه وابعته للناس. الناس عايزه تنزل اشمون، في اماكن كتير في اشمون ممكن تنزل تقعدها من غير مركب. يعني في أشمون هتقعد اللي جنب، اللي يعني معدية ولاد أبو غالب اللي يعرفها، ولاد الشخص. هتقعد هناك، المعدية دي جنبها الشط طويل جدا من ناحية المساكن ناحية المنوفية. اللي بيعرف يشتغل ريما يعرف السدة فين ويعرف يشتغل عليها من غير ما ياخد حد معاه، بدل هو عنده الفكرة الكافية ويقدر يطلع. بس انا والله يا جماعه انا مش قصه ما اخدش حد وما فيش حد يقعد يقول. في ناس بتقول لك اصل هيعرف دور ايه، بس اللي هتعرفه اذا كان هو الحته اللي بنقعد فيها بيبقى فيها لا 20 دور بنقف عليهم من هنا لهنا لهنا لهنا. وحضرتك لما تقف بمركب ولا غيرك ولا 20 30 واحد هيقفوا بمراكب كل يوم، انت هتاخد زي صياد بينزل يضرب الحوشه بالسنيور ولا بالسم ولا بالشوق، الشبكه اللي بياخدوها. يعني احنا لما نقف 10 مراكب هناخد حوشه واحده؟ مش هناخد حوشه واحده. لو هنقف 10 20 مركب جنب بعض مش هناخد قد حوشة. طيب ينزلوا يضربوا الحوشة بياخدوا منها فوق ال100 كيلو ولا 150 كيلو. احنا لما نقف 10 مراكب هناخد 150 كيلو. يعني بالمنطق وبالعقل ما مفيش حد يقول لي ده مش عايز يقعدني على الدور بتاعه. هي السمكة بتفضل في الدور؟ السمك بيتحرك باستمرار. يعني السمكة اللي على الدور دي ممكن تمشي وهتتحرك تقبل زي ما بتقبل، وهيجي غيرها هيقف في نفس الحوشة. فقصة ان انا ما اجيبش حد عشان يقف على الدور دي يا جماعة، ده الكلام ده ما هوش يعني في مجالنا خالص. الكلام ده لو انا مثلا بقعد على الشط ودي راس حجر
وبقعد عليها، ممكن بقى ملش على حد عشان اجي اعرف اقعد، مش عشان هيخلص السمك اللي عليها الاقي حته اقعد فيها. لكن احنا كده كده بنطلع بقارب، والبحر كله حوش، اللي بيطلع البحر ده وعارفه البحر كله حوش. فهسيب هنا هروح اقف هنا، هسيب هنا هروح اقف هنا. فده مش ضررني في حاجه، عشان الناس بس ما تزعلش مني اللي هي بتتصل عليا وعايزه تطلع معايا. انا هوصف لك المكان وانت تعرف تتعامل وتقعد، انا ما فيش مشكله. لما البحر الاعمى يشتغل، اللي هو فاضل لك شهرين والبحر الاعمى هيشتغل، الدكر الاحمر اللي احنا مصورينه، الناس اللي متابعه معانا، وشوف السمكه الحمراء اللي هي بتبقى في فصل التزاوج، الدكر الاحمر ده هطلعك معايا واعرفك الشغل عليه ازاي. وما نبعدش عن مجالنا برضو. زي ما قلت لك كده، الميه الفرع رشيد، الميه نزلت، لو عايز تطلع تطلع عليه. البحر الفرعوني سمكة الحشائش يعتبر شبه منقرضة منه، يعني مبقتش موجودة السنة دي خالص. ما بتظهرش في النواحي شنشور وقلتة وكفر الخضرا والحتت دي، ما بتظهرش تماما. ممكن تكون بتظهر بقى قدام في البيشة وأشمون والحتت ديت، ممكن تكون بتظهر هناك. أنا ما بطلعش عشان ما ضلكش. لو أنت قريب من الأماكن دي ممكن تحط أنت غابة أو غابتين كده، ترميهم في المية وتشوف، تطل عليهم وتشوف، لقيت الأرض بتاعها واخدة الورقة بالعرض كده تبقى موجودة. لكن أنا أقول لك هي إيه، لا، أنا ما طلعتش. أنا العب اللي أنا بقول لك عليه اللي قدامنا ده كده، أنا جربته لما بنزل أجازة، ما فيش حاجة خالص. وفرع دمياط انا ما طلعتش عليه الشتا ده خالص، يعني عشان اقول لك برضو فرع دمياط فيه ايه، لا انا الدمياطي ما طلعتش عليه الشتا ده خالص. لان الرشيدي سمكته كويسه، صغيره شويه بس شغاله. الدمياطي سمكته حلوه وكبيره بس عزيزه شويه، وانا ببقى عايز اطلع يوم ولا اتنين، عايز اصطاد وعايز اصور، فبضيع نص اليوم في التصوير والنص التاني عايز اصطاد. ف... فما بيبقاش في وقت ان انا اجرب يوم واجرب تاني والكلام ده كله. ليك استفسار عن حاجة اكتبها لنا في الكومنتات وانا تحت امرك. ويا ريت يا ريت الناس ما تزعلش مني، انا والله لو اقدر اخد الناس كلها اخدها. انا ما عنديش مشكلة في حاجة، عشان ما حدش يزعل مني. والله انا ببقى محروج من اي واحد بيكلمني، وناس محترمة ومن اخر الدنيا، والله نفسي اخدكم. بس هو يعني المكان ما يستحملش وما يسعش، والناس اللي فيه بتبقى من الصيادين اللي فيه بتبقى متضايقة. يعني انا كنت عايز اقول لك تبقى متضايقة من وجودنا كمان، لولا الاحراج والنسب اللي بينهم يعني ما كانوش يقعدونا. ف... فإن شاء الله الواحد يحاول يشوف مكان كده يكون شغال على الشط بتاع أو البحر الأعمى. أول ما يشتغل إن شاء الله الدكر الأحمر اللي عايز يجي ينورني، الدنيا هناك مفتوحة ونعرف نتعامل مع الناس اللي هناك كويس، يجي يبقى على دماغي ينورني. يلا لو احتجت حاجة اكتبها لي في الكومنتات وأنا تحت أمرك. يلا أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا السلام عليكم.